السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبالف صحه وعافيه. اليوم غنقترح عليكم هاد الفطائر اللي كيجيو لذاذ وبحشوه اقتصاديه وسريعه في التحضير. عندي هنا مقلاة كنوضع فيها زيت الروميه، وكنوضع واحد البصله كتكون كبيره في الحجم. هذيك الشنيتيفه ديال خيزو راه دازت ليا مع البصله. المهم غادي نديرو خيزو حتى هو او الجزر في بعد هاد المرحله هادي. فهنا كنشحر هاد البصيله هادي مزيان حتى كتهبط ليا وكتكون على هاد الشكل. ثم كنضيف ليها واحد الجزره او جزرتين، المهم يكونوا في الحجم يعني متوسطين، ما يكونوش كبار بزاف. هنا انا درت هاد الحشوه هادي شويه كثيره على حسب افراد العائله. صافي هنا ملي كتدبال ليا يعني راه دبالت ليا البصله ودبال ليا حتى الجزر، فكنضيف هنا قطع ديال الديك الرومي. ممكن انكم ديروا اي حاجه بغيتو، يعني اي لحم بغيتو، يا لحم مفروم او الدجاج او الديك الرومي. فهنا كنشحر هاد العناصر هادو كي كتشوفوا هنا راه تشحرت ليا وبدات كتهبط. هنا كنضيف واحد الملعقه ديال الهريسه وواحد ملعقه كبيره ديال الصويا صوص يعني الصوجا، وشويه ديال الزيتون مقطع، وشويه ديال الربيع، وشويه ديال البزار. يعني تقدروا تضيفوا اي اضافه بغيتو، تومه او توم بودره. هاد الحشوه هادي كتجينا بمذاق السمك، يعني كتجينا بحال حشوه بحال مصايبه بالسمك، حيت درنا ليها الزيتون والحار والصويا صوص كنضيفوا دابا هاد الشعريه الصينيه، فهي كتجي رائعه ولذيذه. فكتجي كي قلت لكم بحال حشوه ديال السمك. فهنايا كنخلطها مزيان حتى كتهبط لينا شويه هذيك الشعريه الصينيه. صافي هاد المرحله الاخيره راه كنخليها هكا شويه كتشحر واحد شويه. هنا البنات مشى ليا الفيديو. هنا راه درت الكريب، المكونات ديالو جد سهله. فانا درت لتر الا ربع ديال الحليب، ودرت فيه 2 بيضات، ودرت 2 معالق كبار ديال زيت المائده. صافي وكندير الدقيق كي كتشوفوا في الخليط كي وريتكم، يعني ما كيكونش ثقيل ما كيكونش خفيف بزاف. صافي وكنبدا وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. صافي وكنبدا نطيب الكريب ديالي عادي. مهم هنا لقطات راه مشاو ليا ما عرفت علاش. مهم الكريب راه جد ساهل. مره اخرى ان شاء الله ندير لكم فيديو عليه. هنا كنوجد في الطواجين ديالي حتى هو اللي غادي ندير الفطور. يعني هاد 2 حويجات هما اللي درت الفطور ديالي، وحريره وداكشي اللي قسم الله. هنا كي كتشوفوا راه كنعمر في لي كريب ديالي، كي كتشوفوا كنعمرهم بحال هذا الشكل هذا. نتوما ممكن لكم انكم ديروهم على شكل صغار او مثلثات، يعني اي حاجه بغيتوها تقدروا ديروها، يعني اي شكل بغيتوه تقدروا ديروه. صافي هنا غادي نستمر هكذا حتى نكمل الكريب ديالي كامل. وغادي نديرو في الاله ديال بانيني، غادي نبريسيه. هنا انا ما درتش فرماج، اللي بغى يزيد الفرماج الحمر يزيدو، انا ما درتوش. صافي غادي نديرهم في الاله ديال بانيني حتى كيتبريساو شويه وكياخذ واحد اللون. صافي وكنزولهم بالصحه والراحه. فكي كتشاهدوا هكا كيجيو صراحه لذاذين، يعني كيجي المذاق ديالهم بحال درتوهم بالسمك، فكيجيو لذاذين وحشوه جد سهله واقتصاديه. فما تنساوش تجربوهم، ما تنساونيش باشتراك ودعم القناه ديالي. شكرا.